وبيبدأ الفيلم مع بنت موجودة مع رفقاتها بالباص، وبيكونوا عم يحكوا عن الشباب والمشاعر الفيزيولوجية بمرحلة المراهقة. بس البنت بتوقع القلم وبتنزل لتجيب القلم، وفجأة الباص بينقسم، ولما البنت بترفع راسها بيكون الكل مات وانقسم نصين. هاي البنت اسمها بيلا، وبتكون خايفة كتير ومصدومة، وبيكون في رياح قوية. أعمدة الكهرباء بجانب الطريق بتبدأ توقع، وأسلاك الكهرباء بتتفكك، وبيلا يا حرام بتخاف وبتصير تركض وتهرب من المكان، بس الرياح عم تلاحقها. وفجأة بيلا بتشوف 4 من رفقاتها عم يركضوا على الطريق، وفورا بيلا بتنادي عليهم وبتحذرهم من الرياح، وبتطلب منهم يناموا على الأرض، وهي بترمي حالها وبيوقعوا على الأرض. بس الثلاثة الآخرين ما بيردوا عليها، والرياح بتقسمهم ل6 أجزاء، وبتنصدم بيلا. وبهاللحظة كمان بتشوف ناس راكبين على بسكليت، وكمان الرياح بتقسمهم وبتخلص عليهم، وهون بيلا بتصير تبكي وتركض. بس الرياح عم تتبعها، وبتشوف ناس ميتة على الطريق، وبتاخد ثيابهم وبتلبسهم وبتغسل وشها، وبتكون المدرسة قريبة عليها، فبتروح فورا على المدرسة. لما بتوصل بتنصدم، والسبب انه رفقاتها اللي ماتوا بالباص بعدهم عايشين ولا كأنه صار شي، وبيلا مصدومة ومو عارفة شو عم بيصير، وبتصير تبكي وبتروح تحكي مع رفيقتها اللي بتخبرها تعالي نغير جو عند البحيرة ونلعب. وبالفعل عند البحيرة بصيروا يلعبوا بالمخدات، بس بيلا بتكون بعدها عم تعاني من الصدمة، وبس يخلصوا لعب بيرجعوا على المدرسة. وبداخل الصف بيلا بتشوف مخدة على الأرض، وبس تنزل لتجيب المخدة فجأة تسمع إطلاق نار، ورفقاتها كلهم بصيروا أجزاء. والسبب إنه المعلمة أخذت رشاش وبدأت تضرب وتخلص على الطلاب، والطلاب صاروا يتخبوا تحت الطاولات. بس كمان بتيجي المديرة وبيكون كمان معها رشاش، وكمان بتخلص على الطلاب المتخبين تحت الطاولات. وفورا بيلا بتطلع وبتصير ترجع تركض وتهرب، وكل طلاب المدرسة بيركضوا لبرا مثل المجانين. والصدمة انه المعلمين كانوا ماسكين انواع مختلفة من الرشاشات ونازلين ضرب على الطلاب. ويا حرام الطلاب عم تركض بالحديقة، وانا نوردن مصدوم على الاخر. وبيلا ورفقاتها عم يركضوا بسرعة وخايفين، والرياح بترجع مرة تانية وبتخلص على كل الطلاب، وما بيضل غير بيلا، وبتضل عم تركض لتوصل لمركز شرطة، وبتصرخ على الشرطية وبتنادي أصحابي ماتوا أرجوكي انقذينا. وبتاخد الشرطية وبتطلع لبرا، ولكن تكتشف إنه كل شي طبيعي والناس عم تمشي عادي ولا كأن صار شي. والشرطية بتحاول تستوعب حالة بيلا النفسية وبتدخلها على المركز وبتخليها تقعد على الكرسي، وبالصدفة تطلع بيلا على مراي موجودة على المكتب، وبتكتشف انه شكل وشها تغير وبتنرعب كتير. وانا نوردن كمان عم خاف، وبصراحة بلشت حب البطلة اللي عم يشعر مثلي يكبس لايك. والشرطية تاخد بيلا وبتطلع لبرا وبيركبوا بالسيارة. بس الغريب انه الناس كانت عم تضحك على بيلا وتحاول تأذيها، والشرطية بتوصل بيلا على البيت، بس لما بتنزل بيكون كل الناس ماشيين وراها وبيحاولوا يمسكوها ويأذوها. وبتطلع بيلا على غرفتها، وهون بتشوف صديقتها تشان، واللي بتخبرها انه وينك مختفية واليوم هو يوم زواجك. اصدقاء بيلا بصيروا يلبسوها ملابس العروس، وبيلا مو فاهمة شو عم بصير، بس منفهم انه صديقتها تشان كانت بتعرف السر، ولكن تشان ما كانت بتقدر تحكي لان في شخص عم يتحكم بكل شي. وتشان بتلبس بيلا فستان العروس، بس بتخبرها انه لا تخافي انا رح اكون حدك ودلك على الطريق. وهون المفاجأة، تشان بتخلص على كل البنات بالغرفة واعطت بيلا زجاجة مكسورة كرمال تحمي حالها. وبتدخل بيلا على قاعة الزواج وبتكون ماسكة زجاجة مكسورة بدل باقة الورد، ومنشوف بيلا لابسة فستان زفاف حلو كتير وبتروح لمكان العروس. بس الغريب انه كل البنات بيكونوا عم يضحكوا عليها ويشتموها، كل شي غريب بهذا الزفاف. بس بتضل بيلا تمشي لتوصل لمكان العريس، وهون الصدمة، العريس بيطلع من التابوت وبيكون العريس خنزير. بيلا بتصرخ من الخوف، والعريس بيحاول يعمل معها علاقة وكذا مزة، وبيلا من الرعبة
تحمل الزجاج المكسورة وبتضرب فيها رقبة العريس، وبيلا يا حرام اتجننت على الآخر وصارت تخلص على كل الموجودين بالزجاج المكسورة. وبتدخل صديقتها تشان وبتساعدها لحتى تهرب وتطلع من المكان، وبيلا بتهرب وبتركض لبرا، ويا حرام تركض مثل كأنها في سباق. وبعد شوي منشوف انه شكل بيلا ووشها تغير كأنه فعلا في سباق، والبنات حواليها بيخبروها اسرعي والا رح تخسر السباق. بهاللحظة تظهر رفيقتها تشان وبتخبرها اهربي فورا من السباق لأن العريس الخنزير لاحقك. وبيلا فورا بتطلع وبتهرب وبتلاقي بيلا كهف غريب، وبتدخل عليه وبتشوف بنت غريبة تمسك ايد بيلا وبتاخدها لجوا، وفجأة تظهر عشرات البنات جوا، والبنت الغريبة بتحاول تخلص على بيلا وبتخبرها انه انت السبب انه نحن عم نموت، لازم تموتي لكي نصبح احرار. ولما البنت بتمسك بيلا وبتحكم القبض عليها، بهاللحظة الأخيرة بتظهر رفيقتها تشان وبتساعد بيلا وبتنقذها وبيهربوا سوا. وتشان بتخبرها انه هن محبوسين بلعبة وبيلا هي البطلة، وهي اللعبة هي أول إنتاج للوعي الذاتي. ومنلاحظ انه بيلا رجعت لشكلها الطبيعي، وبتحاول تشان تساعدها لتخرج من اللعبة وبتعطيها ايديها وبتخبرها امسكي هذه الأسلاك، وبهاي الطريقة تطلعي برا اللعبة. وبيلا بتمسك الأسلاك وبتمشي وراهن لحتى توصل للعالم الحقيقي. ولما وصلت اكتشفت صورة إعلان اللعبة، وبتتجول بيلا بالعالم الحقيقي وبتكتشف العديد من العرائس ودمى خاصة بالطلبات، وبتلتقي مع شخص اسمه لاو وبيكون هو المتحكم باللعبة وعم يلعبها بالوقت الحالي. ومحتوى اللعبة هي بيلا والشخصيات الثلاثة اللي شاهدناهن بأول الفيلم. ومخترع اللعبة لاو بيخبرها انه قبل 20 سنة كان بيحبها بس هي ماتت، وهو استخدم الحمض النووي الخاص فيها وصنع منها وعي ذاتي، انتج منها اشكال مختلفة هي واصدقائها، واسم اللعبة احلام العصر. وبيلا بتشوف اصدقائها وبتكتشف انه الشخصيات باللعبة عندها وعي ذاتي، كانوا عم بيحاولوا يساعدوها داخل اللعبة لحتى تقدر تخرج للعالم الحقيقي. ومنعرف انه لاو لما كان شاب كان عاشق ولهان وكان بيحب بيلا وفي بينهم قصة حب وكذا مزا، اللي فهم يكبس لايك. ولهذا السبب كمان اخترع شخصية لإله وهو شاب، وكان لما يلعب باللعبة يتعرف على بيلا ويعمل معها كذا مزا. ومنشوف شخصيته باللعبة وهو شاب وبيدخل وبينام على التخت، وبيلا بتنام حده، وبتبدأ شخصية لاو تحاول تعمل كذا مزا، بس بيلا بتكون مكتئبة ويأسانة كتير وبتقرر تنهي اللعبة. وفورا بتحطم جسم الشاب وبينتشر ريش لونه أبيض، بس لما بتقضي عليه نهائيا بيتحول الريش للأحمر. وهون بيلا بتقرر تخلص على حالها وتنهي اللعبة، وهيك بينتهي الفيلم. وأنا بصراحة حبيت اللعبة، صح اللعبة مرعبة بس كمان فيها إثارة وكذا مزا. وسؤالي للمشاهدين، لو اخترعوا لعبة فيها وعي ذاتي وكذا مزا انت حتلعب او لا؟ بس لنا زر اللايك وانضم لعائلتنا بالقناة. كان معكم نوردان، يلا سلام.